السلام عليكم ومرحبا بكم على القناه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وبصحه جيده. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيه طريقتي في تحضير البريوات باللوز. كيجيو بنانين بزاف وما كياخذوش منا وقت كثير في التحضير ديالهم. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاستحسان ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك وكذلك بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش دائما تتوصلوا بالجديد على القناه ان شاء الله. وبسم الله على بركه الله. كمقادير هنايا غادي نحتاج كيلو ديال اللوز اللي فسخته وخليته بات ليله كامله وهو كينشف، ودرت هكا طحنته. انا طحنته هنايا عند الناس اللي كيطحنوا العقده ديال اللوز. درت معاه فقط 200 غرام ديال سكر حبيبات او سكر سنيده، وغادي نزيد عليه دابا شويه ديال المسكه الحره اللي طحنتها مع السكر كلاصي غير هكا باش كتطحن. وغادي نزيد كذلك 3 ديال المعالق ديال ماء زهر او ماء الزهر. انا هنايا المعلقه عندي ما غارقاش، الا كانت هكا معلقه اللي غارقه غادي ديروا 2 معالق فقط. وغادي نحتاجو كذلك الزبده. بالنسبه لعند الزبده فكتخليوها هكا حتى كيتبخر من هذاك الماء اللي كيكون فيها صافي. وكنبقاو هكا نعجنو هاد العقده ديال اللوز مع داك السكر والمسكه الحره وكذلك الماء ديال الزهر على هاد الطريقه هذه. وكنبقاو نزيدو الزبده شويه بشويه. انا هنايا عندي كاس كبير هكا ديال الزبده. بالنسبه للزبده فكما قلت لكم كنخليوها حتى كتبخر منها داك الماء على هذا الشكل هذا، وكنصفيوها صافي وكندوزو نخدموا بها يعني بوغ نوازيط صافي. كنبقاو ندخلو هكا الزبده في العقده ديال اللوز وحنا كنخدموها مزيان حتى كترطب. ضروري تختاروا نوعيه ديال الزبده اللي كتكون مزيانه. صافي ملي كنوصلوا لعند هذا القوام هذا غير كتبدا العقده ديال اللوز تجمع لينا في يدنا ما كتبقاش تلصق. صافي كنوقفوا ما كنزيدوش الزبده هكا. ها نتوما هذا هو القياس اللي خدات مني، وكيبقى على حسب الكميه ديال اللوز اللي درتو. بالنسبه لعند الزبده فانا خدمت بالزبده ديال سونطرال وانتم كيبقى لكم الاختيار. غادي نبدا دابا نشكل في الكويرات ديال العقده على هذا الشكل. بالنسبه لعند البريوات ديال اللوز فكيبغيو يكونوا كبار شويه، على عكس البريوات ديال الكاوكاو او الفول السوداني كيكونوا صغارين. غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نشكل الكميه كامله اللي عندي ديال العقده باش عاد ندوز نبدا في التشكيل ديال البريوات. هاد الطريقه هذه كتسهل علينا الخدمه، ملي كنشكلوا الكويرات كاملين وكنغطيوهم بلاستيك غذائي وعاد كنكملوا الخدمه ديالنا. ما كتاخذش منا وقت كتير. من بعد ما كملت الكميه ديال العقده اللي عندي غطيتها بالسلوفان او بلاستيك غذائي، وغادي ندوز باش نقطع كذلك الورقه ديال البسطيله على هذا الشكل. كناخذ هكا القياس اللي بغيت وكنقطع اشرطه هكا. كنحيدو دوك الزوائد اللي كيكونوا في الجناب كيكونوا ناشفين حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله على نفس القياس. غادي ندوز باش نحتفظ بها هكا في واحد البلاستيك اللي كنسدو مزيان. كنجبد فقط هكا الكميه اللي غادي نبدا بها والكميه الاخرى كنديرها هكا في بلاستيك ونسدو مزيان ونحطها باش ما تنشفش. ملي كتسالى ليا هكا الكميه اللي جبت عاوتاني كنعاود نجبد كميه واحده اخرى وكنبقى نخدم بها هكا. كتبقى لينا الورقه ديالنا طريه وما كتنشفش. هنايا انا راه بديت هكا التشكيل ديال البريوات هانتوما على هذا الشكل، وضروري كنوقفهم هكا باش كيبقاو محافظين على الفورمه ديالهم. صافي هنايا كندوز باش كنشكل هكا هاد البريوات. هانتوما ضروري انكم تبسطوهم على هاد الطريقه، ما تخليوهمش مقببين باش ما كيطرطقوش لينا ملي كنكونوا نقليو. وصافي كنطوي البريوات على هاد الشكل. كنحيدو هكا الزوائد وكنسدو بالدقيق. غادي تلاحظوا بانني كنقطع هكا المونتاج لان ولدي كيجي عندي فكنشدو حتى كنسكتو وعاد كنعاود نكمل المونتاج. المهم غير باش ما يجيكمش هكا ديكالاج في المونتاج كنسدوهم غير هكا بالدقيق والماء. وغادي نعاود معكم وحده اخرى. فضروري ضغطوا عليهم هكا على هاد الطريقه باش ملي كنكونوا كنقليو ما كيطرطقوش. كما معروف ان البريوات ديال اللوز كيتنفخوا ملي كنكونوا نقليوهم، فضروري نضغطوا عليهم.
باش كيبقاو هكا محافظين لينا على الشكل ديالهم. صافي كنسدو بالدقيق اللي مخفف مع الماء. طريقه سهله ومبسطه، وما كنظنش ان شي مراه مغربيه ما كتعرفش دير البريوات الا اللي كيكونوا هكا مبتدئات. فضروري هكا كنشاركوا معكم فيديوهات باش انكم تستافدوا، وكل واحد كيتعلم من الاخر، حتى واحد ما خالق كامل مكمول، كلنا كنتعلموا من بعضياتنا. نتمنى ان شاء الله طريقتي تناسب الاستحسان ديالكم، ونتمنى الفيديو يعجبكم. صافي غادي نكملوا هكا على هاد الطريقه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كامله. كنكملوا بنفس الطريقه. كما قلت لكم ضروري اننا نضغطوا على ديك العقده ديال اللوز باش كيجيو لينا البريوات ديالنا مقادين وما كيطرطقوش لينا ملي نكونوا كنقليوهم. صافي كيجيو كذلك الشكل ديالهم زوين، وكنحاولوا هكا نديروهم في واحد البلاطو ولا صينيه باش كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم حتى كينشفوا. ضروري انهم ينشفوا لينا مزيان باش عاد ندوزو نقليوهم. صافي غادي نكمل الكميه هكا اللي عندي وندوز معكم باش نقليو هاد البريوات وكذلك نعسلوهم. هانتوما ما شاء الله راه كيعطيو كميه اللي كثيره، وهنا مازال مكمله. وكنوقفوهم على هذا الشكل هذا باش كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم وكينشفوا لينا باش عاد ندوزو نقليوهم. كنوصلوا لعند المرحله ديال القلي. كما قلت لكم كنخليو البريوات ديالنا حتى كينشفوا مزيان، على الاقل واحد 3 ديال الساعات. وكنوجدوا هكا اناء اللي كيكون عندنا فيه العسل اللي بارده عاديه، ما كنسخنوها ما والو. كذلك كنحتاجوا الصفايه، وكنحتاجوا الصفايه واحده اخرى باش كنصفيو البريوات من العسل. كذلك هنايا بالنسبه لعند الزيت فكنخليوها حتى كتسخن لينا مزيان. اون فوا كنبداو نحطوا في البريوات كنقصوا عليها البوطه او العافيه، وصافي كنخليو البريوات ديالنا كيطيبوا باش كيطيب لينا العقده لداخل وكيجيو كذلك مقرمشين. ضروري تكون زيت سخونه مزيان وتنقصوا عليها وتخليوهم يطيبوا على خاطرهم باش حتى البريوات ديالنا كيجيو مقرمشين، ما كتجيش الورقه معجنه. وكذلك العقده ديال اللوز فكطيب لينا من الداخل مزيان. انا هنايا اللوز دايرين العقده الخضراء، ماشي اللوز اللي محمر. انا هنايا استعملت هاد المقله هكا كبيره فكتهز ليا كميه كثيره وكتنفعني هكا ملي كنكون نقلي البريواز. صافي غير كيبداو يتحمروا كنبدا نقلبهم. هنايا غادي تلاحظوا بان راه الزيت بردات لانني نقصت هكا العافيه باش يطيبوا ليا على خاطرهم، وباش تجينا كذلك الورقه ديالنا مقرمشه. لان الا جهدنا ليهم العافيه كتختفوا كتجي الورقه معجنه ما كتبقاش مقرمشه. صافي هنايا كنصفيهم وخصنا ضروري نسقطروهم مزيان. كما كتلاحظوا هكا كيتسقطروا مزيان من الزيت عاد باش كنحطوهم في العسل. هنايا كما قلت لكم العسل اللي كتكون بارده ما كنسخنها ما حتى شي حاجه، كتكون بدرجه حراره المطبخ. صافي وكنخليهم هكا واحد المده وهما في العسل حتى كيرفدوا لينا العسل مزيان وكيتعسلوا حتى من الداخل. عاد باش كندوز نصفيهم. طريقه اللي سهله، فضروري نخليوهم حتى يشربوا لينا العسل مزيان ويتعسلوا لينا كذلك حتى من الداخل ديالهم. عاد نسقطروهم من العسل وكنكملوا على نفس الطريقه. كنجهدوا هكا البوطه باش كتسخن لينا الزيت عاوتاني شويه. وملي كنبداو عاوتاني نديروا البريوات فضروري كنقصوا العافيه باش يطيبوا لينا مزيان وياخذوا حقهم في الطياب ما يتخطفوش. صافي كمرحله اخيره كنسقطروهم من العسل وكنحتفظوا بهم في واحد البواطه اللي كتكون محكمه الاغلاق، وكنديروا ما بين كل طبقه وطبقه بلاستيك غذائي باش ما كيلصقوش لينا مع بعضياتهم. وكنحتفظوا بهم اما في المجمد او كنخليوهم غير هكاك على برا اللي كنا غادي نستعملوهم لواحد الفتره اللي قصيره. الا كنا غادي نخليوهم المده هكا اللي طويله فكنديروهم في المجمد كيبقاو لينا زوينين وكيبقاو محافظين على القرمشه ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوات اللي حضرت معكم في هذا الفيديو. انا هنايا كنسقطراهم مزيان من العسل، ما كيعجبونيش يبقاو هازين هكا العسل بزاف. كيجيو لينا على هذا الشكل وكما كتلاحظوا هانتوما راهم تنفخوا. كما قلت لكم البريوات ديال اللوز معروفين انهم كيتنفخوا، فهذا هو السر ديال البريوات ديال اللوز باش ما يطرطقوش لكم ملي تكونوا كتقليوهم. ضغطوا على العقده وتسويوها في القنيتات باش كيجيو البريوات ديالنا مقادين وكيجيو واقفين. غادي نخليكم باش تسمعوا القرمشه ديال هاد البريوات كيجيو من الداخل وكذلك القرمشه ديالهم. هانتوما راه كيجيو حتى من الداخل كيجيو معلكين وكيجيو شاربين العسل من الداخل.
نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال الاستحسان ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك، وكذلك بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء. واذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش دائما تتوصلوا بالجديد على القناه ان شاء الله. خليتكم في امان الله، ونلتقاو في فيديو قادم بحول الله.